اطلبوا خدوا رجوا ودوقوا. يا لهوي على ايدك كده. طبعا انتوا دلوقتي مش فاهمين اي حاجه، فتعالوا بقى انا اقول لكم ايه الكلام ده. سمعت ان النص ده استعمل اختراعات جديده في المنيو بتاعته، فقلت اما اروح اجربها. واول اختراع عندهم كان اسمه التسكيته، وده بيبقى عباره عن عيش محمص وبطاطس كيوبس، بينزلوا عليهم بالتيستي صوص وشيدر صوص، بعد كده ينزلوا عليهم بلاير محترمه من شاورما الفراخ، واخر حاجه بقى بينزلوا على الوش بفرايد تشيكن شاورما بوبس، ويرجعوا يجرقوا الكلام ده تاني بالصوصات. تاخد بقى انت الكلام ده كله تديله الرجه التمام عشان في الاخر يطلع لك احلى ميكس. بجد اختراع جامد، بس هو تقيل حبتين، فلو مالكش في الحاجات التقيله خليك في الاختراع التاني واللي هو البابلز. ياخدوا بقى الفرايد تشيكن شاورما بوبس ويجرقوها في التيستي صوص والشيدر صوص، وبجد الاختراع ده عباره عن قنبله. الساندوتش ده اسمه تشيكن شاو، وبيبقى عباره عن شاورما فراخ ومتجرقه في صوص الافوكادو. عايز اقول لكم بقى ان نص دستة عندهم سندوتشات شاورما لحمه مصري زي ما الكتاب بيقول. بجد لازم تجربوها، وما ينفعش تبقوا عند نص دستة وما تجربوش الحواوشي بتاعهم، عشان الحواوشي عندهم مش بيتعمل على الجريل، ده بيتعمل على الفحم. عندهم منه حواوشي لحمه وحواوشي فراخ، بس انا بالنسبه لي اللحمه يكسب بفرق مراحل عن الحواوشي الفراخ. ولو خلصت بقى ولسه عندك مكان تحلي، عليك وعلى الكبسوله، ودي بتبقى بلح بالسمنه والمكسرات معموله على شكل الحواوشي. وبقول لكم ايه، هي كبسوله بس بجد فيها الشفا. وفي الاخر بقى عشان تهضم الجريمه دي، هم عندهم 3 انواع رايب، نعناع ومانجا وفراوله. الثلاثه جامدين قوي، بس انا اكتر واحد عجبني كان المانجا. روحوا بقى جربوا اختراعات نص دستة عشان بجد بيرفكتو.